السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واخيرا حصل اللي انا كنت مستنيه، تحديث لافضل قالب بلوجر وهو قالب سيو بلس. امبارح بس انا ركبت النسخة الاخيرة بعد التحديث لقالب سيو بلس، وبصراحة الفرق كبير جدا جدا جدا. قبل ما ندخل في الشرح تعالى اوريكم حاجة مهمة. دي مدونة ابو ملك. لو دوست كده على عرض المدونة عايزك تشوف الاعلان هيظهر بعد قد ايه. عد كده على ايدك عدد الثواني اللي هيظهر بعديها الاعلان. هندوس كده على عرض المدونة وعد معايا. واحد، بص ما قلتش واحد حتى، رقم واحد حتى ما طلعش من بقي. في اقل من ثانية الاعلان ظهر. الموقع كله حمل بشكل كامل. وعلى فكرة انا مش مركب اعلانات ادسنس، انا مركب اعلانات ايزويك اللي اتقل بكتير من اعلانات ادسنس. انا مش هفحص قدامك السرعة لان الموضوع بيختلف من موقع للتاني. ممكن سيو بلس عندي يبقى سرعته 80، عندك انت يبقى سرعته 90، عند غيري يبقى سرعته 50، حسب الاعلانات اللي بيحطها وحسب المحتوى بتاعه وحجم الصور واختلافه. ففحص السرعة مش هيبقى واحد عند الكل، استحالة يبقى واحد عند الكل، ولكن تجربة المستخدم هي الاهم من فحص السرعة. انا دلوقتي لما فتحت الموقع وفتح قدامي بالسرعة دي، ايه اللي انا محتاجه تاني كمستخدم؟ طيب بلاش، عشان الصفحة دي فيها اعلان واحد. لو دوست كده على اي مقالة، المقالة دي مثلا دي اعلان، بص المقالة هتفتح في قد ايه والاعلانات هتظهر بعد قد ايه. انا مخلصتش كلامي والاعلانات كلها ظهرت زي ما انتم شايفين. ادي اعلان، التاني، التالت. انا كمستخدم هبدا انزل هلاقي الصفحه بتاعتي حملت بشكل كامل، الاعلانات ظهرت بشكل كامل. انت عايز ايه اكتر من كده كصاحب موقع؟ ان القالب صفحه بالحجم ده وفيها الصور دي وكمان فيها فيديو. الصفحه مش فيها اعلانات بس وصور، لا فيها فيديو كمان زي ما حضراتكم شايفين، وحملت بالسرعه دي وكل الاعلانات ظهرت. ايه اللي انت محتاجه تاني او ايه اللي انت مستنيه تاني عشان تركب قالب سيو بلس بعد التحديث الاخير؟ انا بحكي تجربتي الشخصيه مع قالب سيو بلس. زي ما حضراتكم شايفين صفحه فيها اعلانات، فيها صور، فيها فيديو، مش في اعلانات ادسنس كمان، لا ده فيها اعلانات ايزويك اللي اتقل بكتير من اعلانات ادسنس واشتغل بالسرعه دي. ده التحديث اللي احنا هنتكلم عليه النهارده. تعالوا بقى نخش في الشرح دلوقتي عشان ما اطولش عليكم في المقدمه، واقول لك ازاي تفعل سيو بلس، لان الموضوع اختلف تماما على النسخ الاخيره، طريقه التفعيل اختلفت، وكمان اقول لك على التحديثات اللي حصلت في القالب ده. يا شباب رابط قالب سيو بلس هكون سايبه لك في الوصف. الاول كده خلونا نطلع على القالب بعد التحديث. شكل القالب بعد التحديث دي معاينه للقالب، وزي ما انتم شايفين ده شكل قالب سيو بلس بتركيب جميع الاضافات وكل اشكال عرض المقالات. حتى لو انت عندك مدونه فيها فيديو تقدر تعرضها بالشكل الجميل ده. كمان تم اضافه ميزه الميجا منيو. ده شكل واحد، ده الشكل الثاني اللي هي فيديوهات، ده الشكل الثالث. مش ده المهم، قالب سيو بلس مش محتاج ان حد يتكلم عليه. تعالوا بقى نعرف التحديثات. دي تحديثات النسخه الثامنه اللي انا حاليا وريتها لكم مركبها عندي في الموقع. تم تحسين جميع اشكال عناصر القالب اللي احنا لسه شايفينها، تحسين التكويد للوصول لاكبر سرعه ممكنه زي ما حضراتكم برضه شفتوا بعينيكم. تم تحسين نظام الاعلانات لعرض الاعلانات باعلى سرعه ممكنه، ده برضه اللي حضراتكم اتاكدتوا منه. وتم اضافه نظام اعلانات بالكتاب لو انت هتشتغل مشاركه ارباح كذا كاتب على نفس الموقع وتشاركوا الارباح ما بينكم من بعض. دعم الاكواد المختصره للازرار ووسائل التنبيه، وده المقصود بالازرار ورسائل التنبيه. عندك هنا في الازرار مثلا عندك شكلين، لو انت مدونة تحميلات او تطبيقات تقدر تعرض زرار التحميل او كلمه تحميل مثلا بالشكل ده. وانا هنا مجربها عندي في احد المقالات، تحميل للاندرويد، تحميل للايفون. وده بخصوص رساله التنبيه بتبقى بالشكل ده وليها اكتر من لون. هتلاقي اللون اللبني، اللون الاحمر، الاصفر، الاخضر. ده بيبقى شكل رساله التنبيه، انك مثلا عايز تعرض جزء مميز يلفت نظر الزائر جوه المقال، او عايز توضح له ملحوظه معينه، فممكن تستخدم الشكل ده عشان الجمله دي تظهر بالشكل ده فتبان وتوضح قدام الزائر. مش عايز اطول عليكم بس في الحلقه عشان نخش في موضوع التفعيلات لانه اهم جزء. دي كل التحديثات اللي حصلت في قالب سيو بلس النسخه الثامنه. صدقني لما تجرب النسخه وتشوف كل التحديثات دي هتتاكد انك معاك بالفعل افضل واسرع قالب بلوجر. وطبعا مش هننسى اداه دمج الاصدارات اللي ممكن بيها تدمج النسخه القديمه اللي هي النسخه 7 بالنسخه 8. نروح لاهم نقطه وهي التفعيل. لو احنا كده عند كلمه حسابي هتفتح معاك الصفحة دي، الصفحة اللي هتلاقي فيها كل حاجة تخص النسخة بتاعتك والمدونة بتاعتك وتفعيلاتك وعدد التفعيلات وخلافه والاكواد اللي انت هتستخدمها داخل القالب. الصفحة هتفتح معاك بالشكل ده وانت هتدوس على تسجيل الدخول بحساب جوجل، تسجل الدخول بالايميل بتاع المدونة، ومحدش يقلق من الموضوع ده، الموضوع امن تماما. بس قبل ما تعمل النقطة دي لازم تكون مشتري القالب، يعني لازم الاول تنزل تحت كده وتشتري القالب باحد الطرق دي، من بيبال او كفيل او فودافون كاش. تتواصل مع صفحة وتقول لهم انك عايز تشتري القالب وتبعت لهم الفلوس باي طريقه من الطرق دي، وكمان تبعت لهم ايميل المدونه عشان يضيفوه في قاعده البيانات. يضيف الايميل في قاعده البيانات عشان تقدر تسجل دخول على الصفحه دي. الصفحه دي مش هتسجل معاك دخول الا لو الايميل مسجل في قاعده البيانات. بعد ما بتسجل الدخول بحسابك على جوجل هتفتح قدامك الصفحه دي، اداه تفعيل المدونات. هيظهر معاك هنا اسم المستخدم، الايميل بتاعك، عدد المدونات اللي انت مفعلها، وعدد المدونات المتبقيه. دلوقتي انت خلاص جاهز على تفعيل المدونه الخاصه بيك. هتلاقي المربع ده اللي بيقول لك اضف الاي دي الثابت الخاص بمدونتك. الاي دي
الثابت ده يا شباب اللي بيبقى موجود في عنوان المدونة، في رقم كبير كده بيبقى موجود في عنوان بلوجر اللي هو ده يا شباب، ده اسمه اي دي المدونة. هتاخد الاي دي كده كوبي وتضيفه في المربع ده، بعد كده تدوس على الخطوه التاليه عشان يظهر لك المدونه اللي انت عايز تفعلها، وتتاكد من المدونه اللي انت هتفعلها عشان ما تفعلش مدونه مش بتاعتك. تتاكد من المدونه اللي انت مفعلها. انا طبعا لو دوست هنا هيقول لي ان المدونه دي اتفعلت قبل كده، هذه المدونه تم تفعيلها من قبل، يعني مش هتقدر تفعل مدونه متفعله قبل كده. ولو دوست على مدونات المفعله هتظهر عندك هنا اسم المدونه والاي دي الخاص بالمدونه بتاعتك اللي انت كنت مفعلها قبل كده. ده بالنسبه لو انت هتشتري القالب جديد. اما لو انت عميل قديم هتخش على صفحه استلام التحديثات دي، برضه هكون سايبها لك في وصف الفيديو، او ممكن تلاقيها اتضافت في المكان ده، هي لسه ما اتضافتش، ممكن تلاقيها اتضافت، ولكن انا هكون سايبها لك في وصف الفيديو. صفحه استلام التحديثات هتجيب اي اي دي قبل كده انت مفعله على قالب سيو بلس لو انت عميل قديم، وتحط اي دي المدونه بتاعتك هنا وتدوس على الخطوه التاليه، وهتبدا تظهر لك الصفحه الخاصه بيك اللي فيها المدونات بتاعتك اللي انت مفعلها، وهتلاقي النسخه 8 ممكن تحملها، وكمان الاكواد والشروحات اللي احنا شفناها في قاعده بيانات العميل. ولما تنزل تحت هتلاقي تحميل القالب النسخه 8، وكمان هتلاقي عندك فيديو للشرح ازاي تفعل مدونتك في قاعده البيانات، وهتلاقي الاكواد اللي انا قلت لك عليها وزرار التحميل او ازرار التحميل ورسائل التنبيه ومولد معرف الاعلانات لو انت هتحط اعلانات جوه المدونه في اماكن معينه، والميجا منيو واشكال عرض الاعلانات. كل ده بتلاقيه في صفحه حسابي. اما عن تجربتي في استخدام قالب سيو بلس فهو القالب الاساسي ليا واللي شغال عليه واللي مدونتي واللي انتوا كلكم عارفينها مفعل عليها قالب سيو بلس. ممكن تخشوا بنفسكم على المدونه، هكون سيبها لكم في الوصف، وتتاكدوا بنفسكم من الكلام اللي انا بقوله وسرعه ظهور الاعلان. انا كمنشئ محتوى اهم حاجه بالنسبه لي هو سرعه ظهور الاعلان على الموقع بتاعي لزياده الارباح. كل الروابط اللي احنا استخدمناها النهارده هتلاقيها في وصف الفيديو، ولو عندك اي سؤال سيبه في التعليقات. اشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.